السلام عليكم ورحمة الله. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، موعدنا النهاردة إن شاء الله عن درس هام جدا معانا، هو درس تضاريس. هنتكلم بإذن الله، بس هنحاول جاهدين إن احنا يعني ناخد بس تضاريس قارات العالم القديم. يعني هنتكلم النهاردة فقط عن تضاريس آسيا وأفريقيا وأوروبا، يعني كفاية جدا. وبعدين بعد إن شاء الله في درس لاحق هيكون بقية قارات العالم الجديد. لو اتكلمنا عن التضاريس بوجه عام، اللي احنا هنتكلم عنه في تضاريس درس تضاريس العالم كله نفس الفكرة. انا عندي التضاريس الرئيسية في العالم اللي هتكلم عنها هي 3 اشكال رئيسية، يعني اشكال السطح الرئيسية اللي عندي هم 3. لا اما جبال، وطبعا عارفين الجبال جزء من الارض مرتفع شديد الارتفاع، جوانبه شديد الانحدار، ليه قمة، ولابد ان الجبل لا يقل عن 1000 متر. يعني حتى لو نفس الشكل التضاريسي بس اقل من 1000 متر بنسميه تل، ما بنسموهوش جبل. فده اول شكل تضاريسي معايا وهو الجبل. وبرده في الجبال في برده نقطة عايزة اتكلم فيها، غير الجبل في جبل قائم بذاته، ده مثلا جبل لوحده. في حاجة كمان هتقابلنا، حاجة اسمها سلسلة جبلية، بتبقى عبارة عن جبال متصلة مع بعضها البعض، جبال متلاصقة متتابعة مع بعض. فدي برضو شيء برضو، يعني غير الجبل في سلسلة جبلية، جبال متواصلة ومتصلة ببعضها بنسميها سلاسل جبلية. طيب ايه تاني شكل تضاريسي في العالم هنلاقيه وده اساسي؟ الهضاب. الهضبة جزء من الارض مرتفع، جوانبها منحدرة بس سطحها مختلف. سطح الهضبة بيبقى مستوي او شبه مستوي، ده بوجه عام الهضاب. الهضاب يعني احنا بنشبهها للطلبه بشكل المنضده، شكل الترابيزه، بس طبعا الهضبه بتبقى مساحه شاسعه جدا، مساحه كبيره جدا من الارض. حضرتك عشان تتخيل يعني ايه هضبه، اعرف كده ان انا ممكن الاقي دوله فوق هضبه، ممكن الاقي هضبه عليها عده دول، وبالتالي الهضبه دي مساحه شاسعه جدا من اليابس. تالت شكل تضاريسي معايا وهو السهول. يبقى قلنا الجبال اعلى حاجه في العالم، يليها في ارتفاع الهضاب، بس ممكن نلاقي هضاب عالي على فكره جدا، هنتكلم النهارده عن كده عندي في اسيا. وهنلاقي اخر شكل تضاريسي معايا وهو السهول. السهول هي اراضي واسعه منبسطه، اراضي قليله الارتفاع، اراضي ما فيش فيها يعني اي اشكال سطح مثلا مميز، غير انها اراضي واسعه ومنبسطه جدا. دي السهول. طيب السهول ليها انواع، وهنعرف هنيجي نتكلم عن السهول هنعرف انها ليها 3 انواع. فدي كل ما نتكلم على اي قاره هنتكلم عن 3 اشكال السطح الرئيسيه: الجبال والهضاب والسهول. فعشان الامر واضح قدامنا مفيش فيه اي تعقيدات ان شاء الله. نبدا باول قاره معانا وهي اكبر القارات في العالم. اكبر قاره معانا مين؟ قاره اسيا. قاره اسيا دي نلاقيها على فكره يعني هنلاحظها في الترم الاولاني والترم الثاني، قاره كبيره في كل حاجه، يعني في الموارد، في السكان، في حتى التضاريس هنلاقي اعلى قمم فيها، اعلى هضاب فيها، فهي قاره كبيره في كل شيء مش بس في مساحتها فقط. هنتكلم اول حاجه مع بعض النهارده عن قاره اسيا. لما نتكلم عن قاره اسيا نتكلم عن 3 اشكال صح اللي قلنا عليهم: جبالها وهضبها وسهولها. نبدا اولا بالجبال. عندي طبعا قاره اسيا مشهور، طبعا قاره اسيا هنا هوضح بس ان هنا عندي دي الجبال قليله الارتفاع اللي بتفصل قاره اسيا عن قاره اوروبا، وهي جبال اورال. قاره اسيا عندي فيها سلسلة جبلية عملاقة جدا، أكبر وأعلى جبال في العالم، ومنطقة جبلية يعني متضارسة جدا ومعقدة جدا، وهي منطقة جبال الهيمالايا. فلو بصينا مثلا عندي قارة آسيا هنلاقي عندي جبال الهيمالايا بتشمل أجزاء كبيرة جدا في وسط آسيا. جبال الهيمالايا دي منطقة الوسط، يعني ده أشهر جبال بدأت بيها إنها أكبر جبال في العالم. جبال الهيمالايا في وسط القارة. هنلاقي جبال الهيمالايا مشهورة جدا وعليها قمة، أعلى قمة جبلية في العالم، وهي قمة إيفرست اللي ارتفاعها 8848 متر. يعني مشهورة جدا، بيكون مثلا حد عايز يحقق أرقام قياسية في تسلق الجبال يقول قمة إيفرست، معروفة جدا. فده أنا بدأت بالجبال الهيمالايا إنها أشهر جبال في العالم واسمها طبعا معروف جدا. أنا عندي الجبال في قارة آسيا هلاقيها في 3 مناطق. الجبال هلاقيها في 3 مناطق. في جبال هلاقيها في الوسط، والمنطقة الوسط مش الهيمالايا بس، في جبال تانية كتير، بس يعني اللي أنا مطالب بيه هي جبال الهيمالايا أكتر. وقمة إيفرست أعلى قمة جبلية في العالم، وطبعا تعالوها الثلوج وإيه والقصة دي كلها، وارتفاعها عالي جدا.
طيب في تاني جبال غير المنطقه الوسطى؟ ايوه، المنطقه الشرقيه. وانا عندي هنا منطقه، لو فاكرين دي جزر اليابان. فانا عندي في جبال او مرتفعات اليابان في اليابان، فدي اول منطقه معايا، اول منطقه جبليه في قاره اسيا هي منطقه الشرقيه، وفيها مرتفعات اليابان. المنطقه الثانيه اللي معايا اللي احنا بدانا بيها في الاول، وهي جبال الهيمالايا، ودي في المنطقه الوسطى. المنطقه الغربيه فيها ثالث مرتفعات عندي في قاره اسيا، ودي تشمل سلسلتين جبليتين. اول جبال معايا واحنا واخدينها السنه اللي فاتت في سنه تانية اعدادي، جبال فاكرين جبال زاجروس؟ جبال زاجروس اللي كانت عندي في شرق الوطن العربي، هي عندي هي المره دي عشان هي في قاره اسيا، في غرب اسيا، فالمره دي تقع في غرب قاره اسيا، جبال زاجروس. جبال جيم يعني جبل كده، زاجروس. في كمان جبال في جنوب جمهورية تركيا، هي جبال طوروس، جبال طوروس. فأنا عندي ده بالنسبة للجبال في قارة آسيا، هنلاقيها في 3 مناطق. المنطقة الشرقية مرتفعات اليابان، المنطقة الوسطى جبال الهيمالايا وأعلى قمة فيها بتاعت إيفرست، والمنطقة الغربية وهي جبال زاجروس وجبال طوروس. احنا كده اتكلمنا على الجبال اللي عندي في قارة اسيا. طيب لما نكمل كلامنا عن المظهر التضاريسي الثاني اللي معايا، احنا قلنا بعد الجبال هنتكلم عن الهضاب. هل انا عندي هضاب في قارة اسيا؟ طبعا عندي هضاب، وهنلاقي اعلى هضبة في العالم هضبة التبت. هنلاقي ان الهضاب عندي في قارة اسيا في 3 مناطق برضو. اول منطقه هنلاقي فيها هضاب هي المنطقه الوسطى بجوار جبال الهيمالايا. فانا عندي اول هضبه او اول هضاب عندي شمال الهيمالايا، وهي هضبه التبت. يبقى انا اول هضاب معايا هضاب في المنطقه الوسطى. عندي في جنوب القاره، وعندي هنا في وسط دوله الهند او شبه جزيره الهند عندي هضبه مشهوره جدا، هضبه الدكن. يبقى دي تاني هضبة معايا. يبقى الوسط فيها هضبة التبت. هضبة التبت دي هضبة عجيبة جدا، انها بنسميها العلماء سقف العالم. ليه بنسميها سقف العالم؟ لان ارتفاعها عظيم جدا، اعلى. يعني لو حضرتك قارنت بينها وبين جبال طوروس، هي اعلى من جبال طوروس. جبال اطلس اعلى من جبال اطلس. ارتفاعها كبير جدا، فهي تفوق ارتفاع قمم الجبال، وبالتالي فبيسميها يعني جغرافيين بيسموها سقف العالم. ده بالنسبه لهضبه التبت اللي شمال جبال الهيمالايا. ده المنطقه الوسطى. قلت لكم ان المنطقه الوسطى دي متضرسه جبال وهضاب عاليه جدا. طيب ده اول حاجه. بالنسبه لهضبه الدكن، هي في وسط شبه جزيره الهند. طبعا دي دوله الهند او شبه جزيره الهند، في الوسط هضبه الدكن. ثالث هضاب معايا الجزء الجنوبي الغربي. احنا قلنا ده الجنوب الغربي هنا كده. ايه اللي هنا في الجنوب الغربي؟ دي شبه الجزيره العربيه. يعني هي شبه الجزيره العربيه عباره عن شبه جزيره، وعباره عن هضبه كبيره جدا. كنا حتى السنه اللي فاتت كنا درسناهم. فانا عندي هضاب شبه الجزيره العربيه، دي ثالث هضاب عندي. مش محتار اسميها، لا نقول بقى لا نجد ولا حضرموت، هي هضبه شبه الجزيره العربيه، هي ثالث هضبه معايا في قاره اسيا. يبقى انا اتكلمنا على الجبال، اتكلمنا على الهضاب. ثالث شكل تضاريسي زي ما احنا اتفقنا مع بعض هي السهول. السهول السنه دي انت في سنه ثالثه يعني كبرنا ونفهم بقى. السهول ليها 3 انواع. في سهول ساحليه اللي هي ايه؟ اللي بتطل على البحار، على محيطات، على اي يعني بحيرات، دي اسمها سهول ساحليه. طب هل انا عندي في قاره اسيا سهول؟ ايوه طبعا. انا مفيش اكتر من كده. انا عندي سواحل ليها على المحيط القطبي، وبالتالي عندي السواحل السهول الساحليه تقع على المحيط القطبي، على المحيط الهادي. فهنلاقي ليها برضو سواحل وسهول ساحلية بتطل على المحيط الهادي. هنلاقي ليها المحيط الهندي. مش احنا قلنا ان قارة اسيا تعتبر يعني كأنها شبه جزيرة بتحاط من 3 جهات بالمياه او المحيطات. فكل السواحل اللي ليها على المحيط القطبي والمحيط الهادي والمحيط الهندي، كل دي سواحل ليها على البحر الاحمر، على البحر المتوسط، على بحر قزوين. ما ننساهوش، ده بحر قزوين. وبالتالي فكل دي اسمها سواحل. على الخلجان دي كلها اسمها سهول ساحلية.
لقاره اسيا، فبالتالي السهوله الساحليه طويله جدا. البحر الاحمر، البحر العربي، الخليج العربي، على هنا في سواحل الهند، على المحيط الهندي، خليج البنغال، المحيط عندي هنا بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي، عندي بحر اليابان، سواحل طويله جدا على محيطات وبحار. طب دي اول شيء عندي سهول ساحليه. تاني نوع من السهول عندي هي السهول الفيضيه. طبعا كلمة فيضية جاية من فيضان الأنهار. هل أنا عندي أنهار في قارة آسيا؟ أيوة طبعا عندي أنهار كتيرة جدا، وبالتالي هيكون عندي سهول فيضية لهذه الأنهار. وهبدأ الأول بالأنهار اللي في الجهة الشمالية. الأول على فكرة في سهل في المنطقة الشمالية دي، سهل مشهور جدا، وهي سهول سيبيريا. المنطقة الشمالية دي سهول سيبيريا، دي أكتر سهول مشهورة جدا، لأن سهول سيبيريا دي سهول يعني في منطقة يعني متجمدة ومنطقة يعني قطبية. سهول سيبيريا هنلاقي يجري فيها 3 أنهار. أول شيء أنا طبعا لما نيجي نحدد مكان الأنهار فين، أنا ماليش دعوة بجبال أورال، لأن جبال أورال دي فيصل بينها وبين قارة أوروبا. فأنا مباشرة من بعد جبال أورال هنلاقي عندي نهر، وده شكل النهر بيبقى على الخريطه بيترسم بالشكل ده، بيبقى ليه ده المنبع وهنا المصب، ولازم النهر ينتهي. اي نهر في الدنيا ينتهي لمحيط، لا ينتهي في بحر، ينتهي يصب في خليج، لا يصب في بحيره. اوعى ترسم النهر وترسم لغايه هنا كده وايه وقف النهر ازاي يعني؟ لازم ليه منبع، يبقى ليه مصب، يبقى ده المصب بتاع هذا النهر. اول نهر عندي على الشمال هنا كده هو نهر اسمه أوب. يبقى نهر أوب أول نهر معايا، أوب مش أيوب، نهر أوب، أوب. بعديه مباشرة نهر تاني برضو قريب منه كده، وبرضو هرسم نهر نفس الشكل اهو، وينتهي لغاية المحيط القطبي الشمالي، نهر أوب. بعديه ينسي، مش ننسي، ينسي، ممكن واحد ينطق ينسى، ينسي، نهر ينسي. نهر أوب وينسي، وهنسيب مسافة بس شوية كده ونرسم النهر الأخير اللي معانا، نهر لينا. لا 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 ده جميل، ده اسمه ظريف حلو. يبقى أنا عندي 3 أنهار في الجهة الشمالية. طبعا أنا يعني ملاحظة سريعة، خدت بالكم الأنهار دي بتجري من نقط إلى نقط، نحكم علينا شوية، بتجري من فين لفين؟ طبعا بدل هي هتصب في المحيط القطبي، ما هي الميه مش هتيجي من المالح وتدخل على اليابس، لا اطلاقا، هو بيصب في المحيط القطبي، ان ميه النهر عذب، هو بيتجه ناحيه المحيط يصب فيه. يبقى النهر ده، الانهار ال3 بتتجه من الجنوب الى الشمال. يعني النهر لو قلنا السطح عامل كده، يا ده الجنوب وهنا المحيط القطبي، يبقى بتتجه هذه الانهار ال3 من الجنوب الى الشمال. ده بالنسبه لأوب وينسي ولينا، واللي بيجروا في سهول سيبيريا وبيصبوا في المحيط القطبي. بس الانهار دي يعني قيمتها الاقتصاديه مش قد كده. ليه بس؟ علشان الانهار دي معظم السنه بتبقى متجمده، فتره الشتاء والخريف، فبتبقى التجمد ان المنطقه جليديه، النهر نفسه يبقى متجمد، بيبدا المياه تجري تاني في المناطق وفي النهر في فتره ذوبان الجليد بقى في الربيع والصيف، بيبقى الانهار، فبالتالي كقيمه اقتصاديه وملاحه وكده مش قويه، ان معظم الوقت بتبقى متجمده مياه هذه الانهار. طب احنا اتكلمنا كده على السهول الشماليه. طيب هل انا عندي انهار تانية في قاره اسيا؟ اسيا مليئه بالانهار على فكره، بس احنا هنذكر انهار بسيطه بس اللي معانا واللي حضرتك مثلا مطالب بيها. انا عندي في سهول في شرق قاره اسيا، زي سهل، في هنا سهل منشوريا، سهل يعني لو خدت بالك كده حضرتك، اليابان، المنطقه اللي قصاد اليابان مباشره، الكيرف الاولاني ده بيسموه سهل منشوريا. طيب تحتيه سهل كمان، يعني الكيرف الاولاني ده اسمه منشوريا، الكيرف اللي تحتيه سهل الصين الشرقي او سهول شرق الصين، سهول شرق الصين. عندي في سهول شرق الصين بيجري نهر مشهور هناك، وهو نهر يانج تسي. يبقى انا عندي نهر برضه هنا، بص المنظر عامل ازاي، بتهيألي كده وضحت، عرفتوا حضرتك؟ ده بدام عملت الديل ده كده، دي المنابع وهنا المصب، يبقى نهر يانج تسي هينبع من الجهه، طبعا من الناحيه الجبليه، هينبع من الجهه الغربيه ويصب في الشرق عندي في المحيط الهادي. ده النهر اللي عندي. في انهار تانية كمان
عندي ده كده في الجهه الشماليه. الجهه الشرقيه نهر اليانجتسي. عندي كمان انهار تانية زي نهر السند، واللي بيصب عندي في البحر العربي، ده بالنسبه لنهر السند. طيب في كمان انهار تانية. ايوه يا فندم، انا ما تنساش السنه اللي فاتت احنا واخدين مع بعض نهري دجله والفرات. فانا عندي نهري دجله والفرات، ما هي دجله، ما هي ده الجناح الاسيوي جزء من اسيا. نهري دجله والفرات، دجله والفرات، واللي بيصبوا في الخليج، مظبوط، الخليج العربي اللي عارفينه من السنه اللي فاتت. فدي الانهار اللي عندي في قاره اسيا. في انهار تانية في اسيا كتير، مش دي بس، يعني مثلا يعني بس مش عايزين نثقل على حضرتك مثلا في الحفظ، بس احب بس اوضح نهر واحد اللي هذكر اسمه، هو نهر الجانج. اشمعنى نهر الجانج ده اللي بيصب في خليج البنغال؟ ده خليج البنغال، لان نهر الجانج دي يعني جايز حضراتكم تشوفوها في الافلام الهندي وكده، نهر من الانهار المقدسه هناك، وبقى ليه مكان نهر الجانج، فعشان يعني تعرفوا مكانه فين بالظبط، ده في الهند. ده بالنسبه لي الانهار اللي عندي في قاره اسيا. لو اتكلمنا على القاره الثانيه اللي معانا وهي قاره افريقيا، لو اتكلمنا على الجبال اللي عندي في قاره افريقيا هنجد انها موجوده في مناطق محدده. نركز الاول في الاماكن. قال لي والله انا عندي في الشمال الشرقي والشمال الغربي والجنوب الشرقي. ايه ده، فاضل بقى الجنوب الغربي بالمره عشان احنا خدنا اتجاهات اصلا. لا مفيش في الجنوب الغربي صراحه، كان نفسي صراحه بس مفيش نصيب نقولها الكلمه دي. في الشمال الشرقي والشمال الغربي، الجنوب الشرقي، وفي الشرق. دي اماكن الجبال، يعني اماكنها فين؟ لما تبص حضرتك عليها كده هتفتكر حاجات منها درستها زمان. زي ايه؟ نفتكر مع بعض كده. جبال هنا عند البحر الاحمر، ايوه عارفينها، جبال البحر الاحمر اللي في مصر والسودان وجمهوريه اريتريا. ايوه ده قديمه، دي مش معلومه جديده، صح. يبقى انا عندي اول شيء معايا جبال البحر الاحمر، هي اسمها كده، ولو خدناها من زمان، احنا قلنا مصر والسودان من زمان، بس المره دي كلمه جديده، كلمه جمهوريه اريتريا. طيب الشمال الغربي، لا ده مش غريبه فعلا، احنا واخدين سلاسل جبليه السنه اللي فاتت في دول المغرب العربي، وكانت كذا سلسله. فاكرين كانت ايه؟ جبال اطلس. بس مش هقول بقى اطلس التل واطلس الصحراء، لا، جبال اطلس وخلاص، جبال اطلس، واللي كانت بتحصل هضبه الشطوط بينها، القصه دي كلها. طيب ده تاني نوع جبال معايا. طب في الجنوب الشرقي، لا ما خدناش احنا حاجه اول مره ندرسها، وهي سلسله برضو جبليه، جبال دراكنزبرج. يبقى انا عندي جبال دراكنزبرج، في جنوب شرق القاره. طيب فاضل اخر منطقه، بس مش المره دي مش سلسله جبليه، هي عباره عن جبال، يعني مناطق جبال بس كده، هي جبلين، جبل كينيا وكليمنجارو. ده بالنسبه للجبال عندي في قاره افريقيا. لو اتكلمنا على الهضاب، هنلاقي الهضاب في مناطق محدده. طبعا اكبر هضبه عندي هنلاقيها عندي في افريقيا هي هضبه الصحراء الكبرى، ودي هضبه عظيمه الاتساع جدا اللي خدناها السنه اللي فاتت، فهي هضبه تشمل مساحه كبيره جدا من شمال افريقيا. هضبه الصحراء الكبرى واللي بتشغل مساحه كبيره جدا من شمال افريقيا، بما فيها الهضبه الشرقيه والغربيه اللي عندي في مصر. ده اول مكان معايا. تاني هضبه معايا وهي هضبه اثيوبيا. هضبة اثيوبيا واللي طبعا بتمثل اهميه كبيره جدا لمصر، لان ده المنبع الموسمي للمياه. نهر النيل بياتي من هضبه اثيوبيا. نهر النيل زي ما هنتكلم دلوقتي ليه منبعين اتنين، فهضبه اثيوبيا اللي موجوده في شرق افريقيا دي اثيوبيا، دي تاني هضبه معايا، وتاني هضبه مهمه جدا. تالت هضبه عندي في افريقيا هي هضبه البحيرات الاستوائيه، البحيرات الاستوائية. طبعا هضبة البحيرات الاستوائية دي برضو تمثل أهمية كبيرة لمصر. زي ما قلت لحضراتكم ان نهر النيل ليه منبعين اتنين، في منبع ميه دائم بيجيب لي ميه طول السنه وهي هضبه البحيرات الاستوائيه. اول ما بيخرج ماها نهر النيل من بحيره فيكتوريا وبيبدا في دي هضبه البحيرات الاستوائيه، وبيبدا يجي يتقابل مع الانهار اللي جايه لي من هضبه اثيوبيا. فنهر النيل ليه منبعين اتنين. نهر النيل مش على قد بلدنا بس، نهر النيل بيجري فيه 11 دوله.
وبالتالي احنا اخر دولة بيوصل ليها نهر النيل ويصب في البحر المتوسط، فاحنا بلد المصب. ده بالنسبه لنهر النيل. نهر النيل طبعا عندكم تعريف الحوض النهري. يعني ايه حوض النهري؟ ده الماء، الارض اللي بيجري فيها النهر او احد روافده وبينبع منها وبتجري فيها مياهه. كل المنابع وكل الاماكن اللي بتمد النهر بالمياه بيعتبر حوض نهري. زي عارفين فكره حوض الوش كده، مرتفع. حوض النهر بيبقى مرتفع من الحواف، وفي النهر بيجري فيه اقل منسوب في الحوض في المنطقه المنخفضه جدا. عشان تبقى فاهم الفكره، ده ما فكره الحوض النهري. فنهر النيل، حوض نهر النيل بتاعنا كبير جدا، ويجري نهر النيل في اكتر مكان منخفض عشان طبيعه الميه بتجري في الاماكن المنخفضه، يجري ويوصل للسودان واخيرا الى مصر. ده بالنسبه لنهر النيل. مش مطالبين قوي بيه، بس حبيت اديكم فكره عن هضبه اثيوبيا وهضبه البحيرات الاستوائيه. طيب انت قلت لنا عندنا كذا هضبه، عندي 4 هضاب. طب فين الهضبه الرابعه اللي معايا؟ اخر هضبه معايا هي هضبه جنوب افريقيا في المنطقه دي كلها كده، وهي هضبه برضو كبيره. طيب دي الهضبه الاخيره اللي معايا، يبقى انا عندي 4 هضاب في قاره افريقيا، شمالها وشرقها وفي وسط وفي الجنوب الغربي. ده هضبه افريقيا الجنوب، واللي بيجري فيها نهر الاورنج. نهر اسمه ظريف ازاي، بيجري نهر الاورنج وبيصب في المحيط، وهنتكلم عن انهار دلوقتي مره تانية. نهر الاورنج واللي بيصب في المحيط الاطلنطي. ده بالنسبه لنهر الاورنج بينبع من هضبه افريقيا الجنوبيه. طب هنبدا نتكلم عن ثالث شكل من اشكال التضاريس اللي معايا، وهي السهول. انا عندي لو قلنا السهول برضو افريقيا بقى هنلاقي فيها 3 انواع سهول اللي احنا قلنا عليهم. هنلاقي اول حاجه السهول الساحليه، كل السواحل على البحر المتوسط، على المحيط الاطلنطي، على المحيط الهندي، على البحر الاحمر. كل السواحل اللي ليها على البحر دي سهول ساحليه. بس بنتكلم هنا عن السهول الساحليه بتاعت افريقيا تتسم بانها ضيقه. يعني اول سمه للسهول الساحليه بتاعت قاره افريقيا ضيقه جدا. ليه؟ عشان الجبال، لو خدت بالكم حافات الجبال مقتربه جدا من السواحل البحار. تاني سبب الهضاب، برضو الهضاب قريبه جدا من السواحل، ما بتتسعش السهول بتاعت افريقيا غير في مصبات الانهار. وقت ما يكون في النهر بيصب في مكان معين بيبقى الساحل الساحلي فعلا متسع. ده بالنسبه للسهول الساحليه. تاني نوع من السهول هنلاقيها في افريقيا هي السهول الفيضيه. هل انا عندي انهار في افريقيا وبتعمل الفيضانات وليها سهول فيضيه؟ ايوه. فهنلاقي عندي انهار عديده في افريقيا. نبدا بالنهرنا احنا الاول، نهر النيل واللي لسه مكلماكم عنه وبينبع من وسط افريقيا. فنهر النيل اللي يمشي في الدول دي كلها لغايه ما يصب عندنا في البحر المتوسط. ده اول واطول نهر في العالم. ده اول نهر معايا في افريقيا، نهر النيل. طب انهار ايه تاني غير نهر النيل؟ لا، عندي مثلا زي نهر النيجر، وده نهر برضو بينبع من يعني وسط افريقيا، ويصب عندي في هنا في خليج غينيا. وبالتالي نهر النيجر من انهار المشهوره جدا ومهمه جدا في قاره افريقيا. ايضا عندي في هنا برضو نهر السنغال اللي في جنوب موريتانيا، السنه اللي فاتت واخدينها. فانا عندي نهر السنغال يصب في المحيط، طبعا حته من المحيط هنا المحيط ما ننساش الاطلنطي. طيب ده نهر السنغال بيصب في المحيط الاطلنطي. نهر النيجر في خليج غينيا. نهر اللي لسه قايلينه من شويه نهر الاورنج بيصب فيه ايضا المحيط الاطلنطي. من اشهر انهار ايضا افريقيا هو نهر الكونغو واللي بيصب ايضا في المحيط الاطلنطي. يعني عندي السنغال، نهر النيجر في الجهه الغربيه، نهر الكونغو، نهر الاورنج كلهم بيصبوا في الجهه الغربيه. طيب هل انا عندي انهار في الجهه الشرقيه؟ ايوه، عندي نهرين، بس نهر مشهور اشهر. عندي نهرين زي نهر الزنبيزي ونهر الليمبوبو. هو المهم بالنسبه لحضراتكم نهر الليمبوبو واللي بيصب عندي في المحيط الهندي. ده بالنسبه لي الانهار اللي عندي في افريقيا. الجهه الشماليه نهر النيل، الجهه الشرقيه هو ذكر لي يعني بالذات نهر الليمبوبو. لو حابب حضراتكم برضو حد يزود معلومه، في نهر شماله اسمه نهر الزنبيزي، يعني نهر الزنبيزي والليمبوبو في الجهه الشرقيه. دي اشهر انهار اللي عندي، والجهه دي طبعا كل نهر من ده ليه سهل فيضي خاص بيه. ثالث واخر سهول معايا في قاره افريقيا السهول الصحراويه.
طبعا قاره افريقيا من القارات اللي فيها صحراوات كبيره جدا منتشره فيها، فانا عندي سهول اراضي واسعه جدا، اما تكون رمال اما تكون اراضي صخريه. فانا عندي سهول صحراويه زي سهل، منطقه مشهوره جدا بتفصل بين مصر ودوله ليبيا، وهو بحر الرمال العظيم. فانا عندي ده سهل يعتبر سهل صحراوي، يعتبر سهل صحراوي وبحر الرمال العظيم بيفصل بين مصر وليبيا. عندي سهل كلونشو في ليبيا. اخر حاجه معايا سهل كالهاري في هضبه افريقيا الجنوبيه، في منطقه واسعه هي صحراء كالهاري، ودي عباره عن منطقه سهليه بس سهول صحراويه، صحراء كالهاري. ده بالنسبه للسهول الصحراويه. احنا كده خلصنا كلامنا عن تضاريس قاره افريقيا. لو اتكلمنا عن قاره اوروبا، هنلاقي قارة أوروبا نفس الشيء. هنبدأ بجبالها. هنلاقي إن الجبال في قارة أوروبا مشهور جدا فيها طبعا سلسلة جبلية في وسط القارة، وهي جبال الألب، واللي بتاخد مسميات عديدة في القارة. يعني مثلا في شمال إيطاليا هنا كده نلاقيها اسمها جبال الألب. بتفصل يعني في جبال بتفصل بين أسبانيا وبين فرنسا اسمها جبال البرانس، ودي برضو جزء من الجبال الوسطى في قارة أوروبا. اما دي اسمها شبه جزيره البلقان، المنطقه دي كده. ففي شبه جزيره البلقان الجبال دي تاخد مسمى تاني ويسموها جبال الألب الديناريه. يبقى انا في كل منطقه الجبال الوسطى او جبال اوروبا، طبعا الجبال في اوروبا جبال يعني تكسوها السلوك في فصل الشتاء. بتفصل بين الجبال في اوروبا اوديه، وبتجري فيها انهار في هذه الاوديه زي نهر الراين ونهر الدانوب. وقلنا الجبال بتاخد عدة مسميات، جبال الألب وجبال الألب الدينارية في شبه جزيرة البلقان، وجبال البرانس بين اسبانيا وفرنسا. لو اتكلمنا عن الهضاب في قارة اوروبا، هنلاقي ان الهضاب يعني موجودة تمتد من الشرق الى الغرب. انا عندي العديد من الهضاب، واشهر هذه الهضاب هضبة الميزيتا بس يا عمر، واللي بتشغل معظم دولة اسبانيا. عندي ايضا هضبة فرنسا الوسطى، واللي بتشغل طبعا الوسط دولة فرنسا، هضبة فرنسا الوسطى. وهنلاقي فيها هضبة فرنسا الوسطى اللي هي فيها نهر السين في فرنسا. طيب ده بالنسبة لي اشهر الهضاب اللي عندي في قارة اوروبا. لو اتكلمنا عن السهول، هنجد ان قارة اوروبا السهول الساحلية مميزة جدا فيها. لو نفتكر قلنا قبل كده في الدرس الاولاني، قلنا ان سواحل اوروبا تتميز بالتعاريج شديده، وجود فيوريدات او تعاريج السواحل اللي احنا بنسميها تعاريج السواحل في قاره اوروبا، ده شيء ميزه كويسه على فكره جدا. فتعاريج السواحل واتساع السهل الساحلي سمح ليها انها تقيم مواني طبيعيه بمنتهى السهوله. فانا عندي مشهور جدا ومنتشر جدا في اوروبا المواني الطبيعيه بسبب تعرج السواحل واتساع هذه السهول الساحليه. طب الاقي فين السهول الساحليه في اوروبا؟ طبعا كل الاماكن اللي بتطل على البحار او المحيطات. فانا عندي ليها سواحل على المحيط القطبي، عندي ليها سهول ساحليه هنا البحر البلطي او بحر البلطيق، الاثنين صح، البحر البلطي. هنلاقي هنا كده ده بحر الشمال، ليها سهول ساحليه على بحر الشمال، على المحيط الاطلنطي، وعندي في الجنوب على البحر المتوسط والبحر الاسود، في بحر قزوين. ده اول شيء السهول الساحليه. يبقى احنا اتكلمنا على السهول الساحليه اماكنها فين وايه الميزه بتاعت السهول الساحليه في قاره اوروبا. لو اتكلمنا على السهول الفيضيه، طبعا فيضيه فهمنا بقى القصه، فيضيه يبقى عندي انهار. انا عندي انهار ايه في قاره اوروبا واللي هيكون ليها سهول فيضيه؟ طبعا انا عندي اشهر واكبر سهل عندي في قاره اوروبا هو السهل الاوروبي العظيم. السهل الاوروبي العظيم واللي بيمتد امتداد شاسع جدا في قاره اوروبا، امتد من المحيط باتساع كبير جدا من المحيط الاطلنطي غربا حتى جبال الاورال شرقا. فانا عندي السهل الاوروبي ده بيشغل مساحه كبيره كده، يعني حتى شكل تقريبا مثلث كده، بيشغل مساحه كبيره من قاره اوروبا. طيب ده بالنسبه للسهل الاوروبي العظيم. ونجد ان السهل الاوروبي العظيم ده داخله العديد من المدن زي برلين، باريس، مدن مشهورة جدا هنلاقي داخل هذا السهل الأوروبي العظيم. طب إيه كمان سمات السهل الأوروبي العظيم ده؟ هذا السهل بيتكون من ترسبات
طينيه خصبه، وبالتالي في المنطقه دي منطقه زراعيه واراضي خصبه جدا بيجري فيها طبعا فيها زراعه، هيجري فيها انهار. زي ايه اشهر الانهار اللي نلاقيها معايا؟ هنلاقي مثلا عندي نهر الفولجا، اطول انهار قاره اوروبا واللي بيصب في بحر قزوين. يعني نهر الفولجا ده اطول الانهار عندي في قاره اوروبا، ده اول نهر معايا بيصب فين مصب مهم جدا للمره دي في بحر قزوين. تاني نهر معايا هو نهر الراين، واللي بيصب عندي ده هنا كده بحر الشمال. يبقى تاني نهر معايا هو نهر الراين، بيصب عندي في بحر الشمال، ده تاني نهر مهم جدا معايا في قاره اوروبا. طيب في انهار تانية اي. تالت نهر معايا هو نهر الدانوب واللي بيصب عندي في البحر الاسود. يبقى ده اشهر انهار اللي معايا: نهر الفولجا، نهر الدانوب، نهر الراين، طبعا الاضافه الى نهر السين في فرنسا. ده اشهر انهار قاره اوروبا. بكده نكون انتهينا من شرح تضاريس 3 قارات النهارده، وهي قارات العالم القديم: اسيا، افريقيا، اوروبا. اذا عجبكم المقطع ارجو شير ولايك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس. اترككم في رعايه الله، والقاكم في الحصه القادمه باذن الله. السلام عليكم.